اهلا بيك في اول تجربه مختلفه من نوعها بشرح لك فيها منصه ابورك بس بمنظور مختلف تماما. عارف ليه؟ صديقي، انا الشخص اللي بشفط الكونكتس بتاعتك ومش بشغلك، واللي بيشوف الكفر ليترز بتاعتك ومش بيرد عليك. صديقي، احب ان انا اعرفك بنفسي، انا من ضمن اكبر فريق تعيين شغال في شركه ابورك الام نفسها. وقبل ما تكرهني او تدعي عليا اهدى كده، لاني فعلا جاي اساعدك. وانا عارف ان عندك اسئله، يعني مثلا هل ابورك ده يستاهل في 2025؟ وهل بجد المنافسه شرسه على المنصه؟ وليه الناس في الوطن العربي مش بتلاقي شغل على المنصه زي الاول، او مش بتلاقي اساسا؟ هقول لك خبرتي بعد ما عملت تقييم ده اكتر من 15000 بروفايل، ودي سكرين شوت اهي للمصداقيه، مع اني كنت اتمنى ان يكون فيها بينا ثقه اكتر من كده. ولحد النهارده بس صرفنا على الفريلانسرز اللي معانا بواقع 3.7 مليون دولار، وادي سكرين شوت ثانيه اهي على معدل صرف الاسبوع ده بس في البروجكتس بتاعتنا. طب انا هساعدك ازاي؟ هقول لك ازاي تقدر تتميز في ابورك وتتجنب الاخطاء اللي شفتها من خلال تجربتي، وازاي تختار المشاريع الصح وما يتنصبش عليك، ويبقى ابورك بالنسبه لك مصدر من مصادر الدخل الاساسيه بتاعتك. بس في الاول، هو انا مين وعايز منك ايه؟ ليك في القهوه؟ انا للاسف صايم لحد دلوقتي، فلو تحب تعمل لك كوبايه قهوه، لاني محضر لك ملخص 16 سنه في 10 دقائق بس، واوعدك هتستفيد الفتره الجايه. انا زيك مخلص كليه تجاره عربي، والانجليزي بتاعي صفر، مش ابن ايجيبت يعني. هعرفك في الفيديو دوت والفيديوهات اللي جايه ازاي اتحولت من شاب عادي لمدير في شركات اتصالات كبيره، وازاي بعد كده حولت شغفي كله ان اكون على منصه ابورك في السنه اللي فاتت ديت، وبفضل الله بقيت من ضمن فريق تعيين في منصه ابورك نفسها. هقول لك ازاي ان انا اتحولت من شخص عادي على منصه ابورك وان انا بقيت توب ريتد بلس، وده بفضل الله التوب 2% او ال 2% على المنصه. لكن السؤال بقى هنا، ازاي وصلنا لهنا؟ بص يا صديقي، انا زيك من مدرسه اللا انترنت. عشان اتعلم حاجه كنت بتجه لحاجه اسمها جوجل فورمز، او بمعنى اصح عندنا في الشرق الاوسط المنتديات. واعتقد طبعا الناس اللي من سني عارفين منتديات الحب، فتاة العراقيه اللي بتحاول تتكلم معاك، يعني لو انتوا فاكرين حاجه زي كده. خليني بس اقول لك اني قعدت ادرب نفسي اكتر من 16 سنه عشان اتعلم انجلش من تحت الصفر، لحد ما الحمد لله ربنا كرمني ووصلت لمكاني الحالي، وما زلت بطور في نفسي، وان شاء الله هتتطور معايا في المرحله اللي جايه. وللعلم بالشيء، انا كنت طالب عادي وكمان جبت 50% في الثانويه العامه، يعني ما فيش اي مؤشرات تقول ان انا ناجح باي شكل من الاشكال. ولكن مش حابب ان اتكلم كتير، حابب ان انا اخش معاكم في ابورك. ولكن بما ان لسه جديد على اليوتيوب، الناس لو حابه تعرف ازاي اتعلمت في عالم مليان بالمشتتات، اكتب لي في الكومنتس وانا هقول لكم السر اللي انا عملته عشان انجح في حياتي. في حين ان الكونكتس، وهي العمله الرقميه بتاعت ابورك، بقت غاليه جدا، يعني تقريبا ال 100 كونكت ب 1000 جنيه. في ناس شايفه ان ده بقى عيب، وانا معاك ومش معاك، وهقول لك انا بختلف ليه. لاني لاحظت ان الناس بقت حريصه جدا على تقديماتها، والعملاء بقت بتلاقيك بسهوله، ودوت هيديك مجال اكتر انك تلاقي شغل. بس الاهم، قبل ما تفكر تدفع فلوس لازم تتاكد من حاجتين على اساسهم تبتدي. يعني مبدئيا كده يا صاحبي، بروفايل كامل يشد العميل، ودوت لوحده كفيل جدا انه يجيب الشغل لحد عندك من غير ما تقدم بشكل كبير. وانا عندي ليك هديه، ان انا هعلمك ازاي تعمل بروفايل ذهبي، وازاي ان انت تخلي البروفايل دوت يطلع على محركات البحث بتاعت ابورك، بحيث ان العملاء تلاقيك بسهوله. فيا ريت زي ما بدعمك كده والقناه لسه جديده، ابعت الفيديو دوت لحد مهتم بمجال ابورك، لعل وعسى انت وهو تستفيدوا سوا. هل فعلا المنصه شرسه جدا؟ خليني اقول لك ان المنافسه مش بس شرسه، لا دي مستحيله كمان. ده طبعا لو انت حابب تفكر كده. خليني اقول لك ان مع تعيين اكتر من 15000 فريلانسر، هتتفاجئ ان 80% من الناس اللي احنا كنا بنعينهم، اغلبيتهم حرفيا دي لسه اول شغلانه ليهم على ابورك، واحنا اللي عيناهم. وبقيت مستغرب ان مديرتي في الشغل بتعين الناس دول، فسالتها هو ازاي بنعين ناس ما عندهاش خبره؟ قالت لي حسن، بص، طالما الناس ديت عندها بروفايل احترافي وعندها سابقه اعمال تقول ان هم يعرفوا ينفذوا الشغل، انا ما عنديش مشكله طالما الشغل بيتقدم بجوده كويسه. وبعد كده برضو قالت لي لان بمنتهى البساطه اللي تعب انه يعمل بروفايل بتاعه هيتعب عشان خاطر الشغل. واتفاجئت ان هي قالت لي لان اللي بيتعب انه يعمل بروفايل بتاعه هيتعب اكيد عشان خاطر يدينا شغل كويس. عشان كده عاوزك تراجع 3 اهم حاجات بتشد انتباه العميل في حسابك على ابورك او حتى اي منصه ثانيه. هل انت حاطط صوره كويسه او فيديو تعريفي كويس؟ هل انت كاتب سعر مناسب مقارنه بالناس اللي موجودين على المنصه؟ يعني مثلا لو انت جرافيك ديزاينر حاطط لي $50 في الساعه، هل انت شفت المنافسين بتوعك بيقدموا ايه؟ حطيت متوسط لسعر الساعه على الاساس ده؟ ايه معرض الاعمال اللي انت حاطه؟ وهل هو شغل قديم من زمان، ولا الشغل دوت بينافس الفريلانسرز اللي موجودين على المنصه؟ دي كلها حاجات ممكن تكاد ان تكون بسيطه بالنسبه لك، لكن اوعدك هتفرق معاك جدا. وطبعا انا هعمل لك سلسله تفصيليه اوعدك هتساعدك تقف على رجليك من اول تسعير الشغل لحد ما توصل لبروفايل كامل انت فعلا تكون راضي عنه، وان شاء الله تجيب اول عميل. طيب لو جينا فكرنا سوا، ليه الناس في الوطن العربي مش بتلاقي شغل على ابورك خالص؟ بعد ما مسكت فريق
طريقه تعيين لمصر والامارات والسعوديه، خليني اقول لك ان في ناس بتقعد تشتكي على كل جروبات الفيسبوك ان هي مش لاقيه شغل، لكن اوعدك ان انا شفت كوارث موجوده بعد ما قعدت اتفرج على الكفر ليترز بتاعتهم والبروفايلات بتاعتهم. يعني مثلا اياك تستخدم تشات جي بي تي بدون اي تعديلات، لان صدقني احنا في عندنا ادوات بنعرف بيها انت كاتب الكفر ليترز بالاي اي ولا لا. ناس تانية كانت كاتبه لي النقط اللي هي والله ما بين قوسين اللي بيقعدوا يكتبوها لتشات جي بي تي عشان يعمل تعديل للطلب بتاعهم، فطبعا حاجه زي كده مفقوسه جدا. او الاقي واحد ملوش ادنى علاقه بالشغلانه بيقول لي انا فيديو اديتور مثلا وانا طالب حد معلق صوتي، ويبعت لي كفر ليتر يقول لي انا ممكن اشتغل معاكم لو انت محتاجين اديتور. مبروك يا صديقي، انت ضيعت كل الكونكتس اللي المفروض كنت تستخدمها في حاجه مهمه. ايه الخطه بتاعتنا الفتره الجايه؟ انا كل يوم سبت ان شاء الله هنزل لك فيديوهات تستفيد منها، ومش كده وبس، كمان انا بعمل جروبات دايما على التليجرام بساعد الناس، وفعلا هدفي في الاخر خالص حاجتين: ان انا ابني منصه كبيره جدا نعرف ان احنا نستفيد منها، ولما ناس تحترف ابورك تقعد تبعت الشغل لبعض كل شويه، فانت تستفيد وانا استفيد. ويشهد ربنا ان نفسي اساعدك، لان كل التحديات والزعل اللي انا شفته في الاول خالص مش عايزك تمر بيه لانه صعب، واحنا في وقت بقينا محتاجين نعرف نعمل فيه ازاي اول جنيه اونلاين. معاكم اخوكم حسن النحاس، اشوفكم على خير الاسبوع الجاي. السلام عليكم.